صباح يوم الجمعة عام 2003 أصعب دوري مر على تاريخ الأهلي. خسرنا دوريات كتير كتير، ولكن ده أصعب دوري بالنسبة لنا وبالنسبة لي كمان. يعني ما فيش الأهلي خسر دوريات صعبة زي كده. في الأهرام مكتوب: الأهلي بيحدد مكافأة 60,000 جنيه لكل لاعب في حالة الفوز بالدوري. بقالنا كتير ما خدناش الدوري. الأهلي دخل لقاء إنبي قبل مباراة إنبي ورصيد 66 نقطة. في نفس الوقت الزمالك داخل مباراة الإسماعيلي ورصيده 64 نقطة، وكل الأنباء وكل المؤشرات وكل التوقعات بتقول لك إن الأهلي هيكسب إنبي بسهولة وهياخد الدوري اللي غاب عنه بقاله 3 4 سنين. ولكن حصلت المفاجأة هناك. الزمالك كسب الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب حسام عبد المنعم، وما كانش متوقعين ان الاهلي يخسر من انبي. يعني قال لك حتى لو كان في تعادل بين الاهلي وانبي هيلعبوا مباراه فاصله، ولكن هناك بهدف سيد عبد النعيم، او ده اسمه دوري سيد عبد النعيم، الاهلي ينهزم امام انبي بعد اضاعه فرص رهيبه من محمد فضل وابراهيم سعيد ومحمد صلاح حسني وناس كتير واحمد بلال وربنا ما فاكرهم. الاهلي كان بيقوده في الوقت ده بونفيرير. بونفير ده كان مدرب هولندي، كان مدرب كويس على فكره، لان كان ساعتها او قبلها بكام سنه كده كان واخد الميداليه الذهبيه مع نيجيريا في اولمبياد اتلانتا 96. فالاهلي راكب الماتش، ولكن بهجمه واحده يرفع الاوفر اسامه حسن على راس سالم بن نعيم يجيب هدف. ولكن الاهلي ضيع فرص كتيره وينتهي اللقاء وسط صدمه للاهلاويه. حرفيا حرفيا صدمه للاهلاويه. انا كنت مصدوم. انا كنت مصدوم، يعني قعدت اسبوع زعلان. يعني انا ساعتها عندي 17 سنه